السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الكاطو كلاص اللي كيجي غزال. كل عام كندير لكم طارت، هذا العام فكرت باش ندير لكم كاطو كلاص نبدلو شكل 2026. نتمنى من الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا نتوما وحنا وجميع المسلمين. كنتمنى من الله يعجبكم. ما نطولش عليكم، ندوز معكم المقادير. عندي هنايا 4 ديال البيضات يكونوا حراره المطبخ، تكونوا جبتوهم من الثلاجه قبل. كنزيد عليهم 3 قد الملحه. عندي هنا 2 ساشيات ديال الكاكاو، ساشيه الخماره ديال 8 ديال الغرام، وفانيلا وحده نزيدها حتى هي على ديك 4 ديال البيضات. صراحه هاد الجينواز كتجي غزاله، انا عندي هذه هي المعتمده. عندي نص كاس ديال سنيده، كتبقى اختياريه، اللي بغى يزيد شويه د الحلاوه يزيدها، اللي بغى ينقص. انا كندير نص كاس ديال سنيده. صافي كنطرب هاد البيض مع الساشيه ديال الفاني ونص كاس ديال سنيده وطريقه الملحه، ونولي معكم ان شاء الله. عندي كاس هنا ديال الدقيق، ها نتوما ما عامرش. صافي ونبداو كنطربوا البيض مع سنيده. صافي من بعد ما ضاعفنا الحجم ديال البيض كيولي بحال هكا، كنزيد معلقه كبيره ديال الزيت باش ما كتجيش الجونواز ناشفه. هانتوما، وكنزيد نخلط شويه. صافي هانتوما، دابا غادي نزيد النواشف. صافي هذا هو الكاس ديال الطحين اللي غربلنا مع 2 ساشيات ديال الكاكاو وخماره ديال 8 ديال الغرام. صافي غادي نبدا نزيد شويه بشويه، غربلناهم مزيان، كنبقاو نضيفوا شويه بشويه باش ما يهبطناش البيض، ونبداو كنخلطوا من التحت للفوق بحال هكا باش ما يهبطناش البيض. بحال هكا. او اللي عنده شي هانتوما كنزيد شويه بشويه. صافي البنات، هانتوما كنبقاو من الفوق لتحت حتى كنحصلوا على هاد القوام، على هاد الخليط هكا. كنجيب واحد اللاطه اللي فرشت فيها ورق الطبخ وكندهنو بالزبده ورشو بشويه دقيق باش ما تلصقناش. صافي وكنفرغ هذا الخليط. هانتوما كنستعمل هاد السباتي باش كتساعدني في هانتوما، كتساعدكم باش تزولوا كاع العجين اللي عندكم في هذا المول. صافي كنسرح الجونواز بهذا الشكل، كنساعد بهذا السباتي بحال هكا. صافي وندخلها للفرن. انا راني مسخنه الفران، عندي الفرن ديال الغاز. صافي ونولي معاكم الناس. هذه هي الجونواز فاش خرجناها من الفرن، خليناها بردات شويه. غادي نزولوها من هاد اللاطه. هانتوما كما كتشوفوا معايا، قلت لكم دائما بقاو تدهنوا الكاريط ديال الفرن باش ما كتلصق لكمش. انا راه لصقات لي شويه ولكن ماشي مشكل، داك العرق ولا معاها. صافي مع خليتها بردات عاد
كنزول لها الكاغط، نحاولوا غير بشويه. كنحاول نوريكم كل المراحل خصوصا المبتدئات. هانتوما هذه هي الجونواز ديالنا. غادي نجيب واحد لاطفش غادي نخدمها، درت لها سلوفان. هانتوما البنات الجونواز ديالنا درتها في هذا القالب هذا اللي غيساعدني باش غادي نمونطيها فيه. كنجيب قهوه سريعه الذوبان، درت معلقه كبيره ديال السكر سنيده والماء طايب وساشيه ديال قهوه سريعه الذوبان، بها غادي نسقي هاد الجونواز. بصراحه كتجيب نكهه هاد القهوه كتجي غزاله. صافي من بعد ما سقينا الجونواز كنجيب عندي هنا المقرمشه، غادي ندير 70 غرام ديال شوكولا غيش، غادي نديرها في حمام مريم بحال هكا. غادي نزيد عليها واحد المعلقه، ما غادي نزيد معلقه زيت باش تذوب لنا ديك الشوكولا في حمام مريم. غادي نحتاج معاها اللوز اللي حمرته وهرمشته في هذا الشكل، خليوه شويه يكون صاين صحيح هكا باش كتحسوا بديك القرمشه. وهذا الفيتين حتى هو مقرمش، الا اللي جاه فيتين رطب طفي الفران، سخني الفران وطفيه ودخلي ليه شويه بحال اللي غادي يتقرمش وزوليه وعاد خدمي به. حاولوا ما تفرتوش باش يبقى لنا هكا صحيح حتى هو كيجي زوين. صافي نتسناو على الشوكولا على ما تذوب. هذه الطبقه الاولى اللي فوق الجونواز. هانتوما من بعد ما ذوبنا ديك الشكلاط هانتوما من بعد ما ذوبنا ديك الشكلاط غادي نزيدو عليه هذا اللوز مهرمش والفيتي ما حدو سخون مازال دايب باش يساعدنا. صافي وكنبداو نخلطوه. حاولوا تلبسوا كلشي بالشوكولا باش كيعطيو القرمشه. صافي هذه هي الطبقه ديال القرمشه اللي غادي تجيني من الفوق. نحاول نسرحها بهذا الشكل. حاولوا نثبتوها مزيان باش ملي نكونوا كنقطعوا الكاطو ديالنا ما تبقاش تفرتلنا. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسرح هذا. صافي من بعد ما سرحنا ديك الطبقه المقرمشه من فوق الجونواز غادي ندخلها المجمد على ونولي معاكم باش نوجدوا الطبقه اللي غادي نديرو من فوق هاد الطبقه المقرمشه. صافي غندوز معاكم الطبقه اللي غادي من فوق الطبقه مقرمشه. عندي هنا 2 وريقات ديال الجيلاتين غادي نديرهم نوضعهم في الماء بارد، واحد زليفه فيها الماء بارد ونخليهم في ديك الماء بارد بحال هكا. غادي نجيبوا الكريمه السائله، عندي تقريبا واحد نص كاس ديال الكريمه السائله غادي نوضعها على البوطه بحال هكا. غنزيد عليها معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره غادي نزيدوها على ديك الكريمه. صافي ونخليوها على ما تبدا تغلى لنا ديك الكريمه.
هانتوما من بعد ما غلات لنا الكريمه غادي نزيدو عليها ديك الشوكولا شكلاط كالا. عندي انا تقريبا 5 دراهم هنا ديال الشكلاط. بصراحه كتجي بنينه بزاف وكتجي اقتصاديه. خديت 10 دراهم ديال اللوز، 10 دراهم ديال الفويسين، 5 دراهم د الشوكولا، 10 دراهم ديال شوكولا غيش، وشي حاجه ديال الدار كتجي زوينه بنينه بزاف. صافي غادي نزولو هاد الجيلاتين، غادي نعصروه مزيان هكا بالماء. هانتوما وغادي نزيدوه هنايا. صافي ونبداو كنحركو في هاد الصلصه. خليوها، غادي نخليها تبرد شويه وندوز معاكم باش نحضر الكريمه اللي غادي نزيد عليها هاد الصلصه. صافي طفيت عليها البوطه، ندوزو باش نحضروا الصلصه. انا كنستعمل هذه كريم شانتي. نتوما يمكن لكم تستعملوا هولالا اللي بغيتو، مهم كريمه سائله. صافي غنديرها هنايا في هذا الاناء. ندير عليها كاس ديال الحليب بارد حتى هو كان في الثلاجه. صافي وكنبداو نخدمو. البنات انا كنزيد معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، كتعجبني، يجي مذاق القهوه فيها باين زوين. صافي من بعد ما طلعنا الكريمه ديالنا كتجي تحاولوا تخليوها تكون خفيفه شويه ما تثقلوهاش. غادي نزيد عليها هاد الخلطه اللي درنا قهوه سريعه الذوبان الى هكا، وحنا كنخلطوا. نزيدو بالتدريج، راه باقا ما بردتش معنا مزيان. هكا حتى كنحصلوا على كريمه متماسكه. صافي هانتوما كتشوفوا كيفاش حصلنا على هاد الكريمه بمذاق ديال القهوه. بصراحه كيجي رائع الشكلاط. صافي غادي نجبدوا الكاطو ديالنا من الثلاجه. صافي وكنبدا نلبس ديك الكاطو من الفوق ونمشي. نجيب واحد سباتي كتساعدني باش نمشي هاد الكريمه من الفوق. غير بشويه بحال هكا. هذا هو الكاطو ديالنا. من بعد ما عاودنا له الكريمه غادي ندخلوه للمجمد على ما نوجدوا الكاناج اللي غادي يجينا من الفوق.
ونولي معاكم الصلصه اللي غادي نديروها من الفوق ونولي معاكم. البنات غادي دابا ندوزو الكلاصاج اللي غادي نديرو من فوق الكاطو ديالنا بدون جيلاتين. غادي ندوز عندي هنايا نص كاس ديال الكريمه السائله، نص كاس ديال سكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، 9 ديال الشوكولا سوداء كالا، عندي ساشيه ديال الفاني، عندي 2 ساشيات ديال الكاكاو. غادي نوضع كل شيء في كاسرونه. بسم الله. غادي نديرو الكريمه، نديرو سنيده كما كتشوفوا، والزيت. غادي نوضع كل شيء، غادي يبقى لي غير الشكلاط حتى يغلى لنا هاد المكونات. حلوه غير بشويه حيت راه كيبقى ديك الكاكاو كيطير. صافي وغادي نشعلو عليه النار. نقصو شويه وحنا كنحركو. صافي حتى يبدا نسجمو لنا هاد المكونات، يبدا يغلي. هانتوما من بعد ما بدا يغلى لنا هاد الخليط كنزيدو 9 ديال المربعات ديال الشوكولا سوداء نتقاس لي بالكاكاو، ماشي مشكل. غادي نزيدو ونخليه على ما يذوب وحنا كنحركو. بصراحه كيجي غزال، كيجي واحد المغوى غزاله. صافي فاش كنديروا الشكلاط كنبداو تقريبا واحد دقيقه وحنا كنحركوه وكنطفيو عليه ونخليوه يبرد لنا شويه، وديك الساعه نضيفوه على الكاطو ونولي معاكم ان شاء الله. هذا هو الكاطو ديالنا من بعد ما كنخرجوه من المجمد. بصراحه انا كيعجبني هكا جا رقيق، حسن ما بغيتش ندير الطبقات بزاف كيجي غليظ بزاف. ندوزو الكارناج اللي درنا اللي غادي نديرو من الفوق. بصراحه جا غزال، شوفوا كي جا البنات هانتوما بدون جيلاتين بدون شو المغواغ اللي عاطي. غادي نصبوه، خلينا حتى برد شويه وغادي نصبوه على هاد الكاطو. بصراحه كيجي غزال وكيصدق 100%، خصوصا المبتدئات غادي يجيهم ساهل. صافي وغادي نمشيوه على الكيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الكاطو كلاص اللي كيجي غزال. كل عام كندير لكم طارت، هذا العام فكرت باش ندير لكم كاطو كلاص نبدلو شكل 2026. نتمنى من الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا نتوما وحنا وجميع المسلمين. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الكاطو. ما نطولش عليكم، ندوز معكم المقادير. البنات هانتوما قطعت معاكم واحد الطريف كتجي ما شاء الله غزاله معلكه، ديك التقرميشه كتجي من الداخل غزاله ما نقولكمش البنات. بصراحه خصكم تذوقوها، اسمحوا لي الا شهيتكم، وكنتمنى من الله تجربوها وتعجبكم. بصراحه راه ما غاديش تندموا عليها وبصحه وراحه. ما تنساوش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه وبارطاجيو البنات، بارطاجيو باش تعم الفائده ان شاء الله وبالصحه والراحه.
البنات هانتوما قطعت معاكم واحد الطريف كتجي ما شاء الله غزاله معلكه، ديك التقرميشه كتجي من الداخل غزاله. ما نقولكمش البنات بصراحه خصكم تذوقوها. اسمحوا لي الا شهيتكم، وكنتمنى من الله تجربوها وتعجبكم. بصراحه راه ما غاديش تندموا عليها، وبصحه وراحه. ما تنساوش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه، وبارطاجيو البنات، بارطاجيو باش تعم الفائده ان شاء الله، وبالصحه والراحه.